مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى مصر. مدرسة الطيران الإريترية تخرج دفعة جديدة من طلابها. جهود لتعريف المجتمع بالأمراض الاستوائية. الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع زيارة أمريكية للحدود. للخروج من أزمتها رئيس قانا يعد بمساعدة ألمانيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس أفورقي إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي الذي أعده الزميل صلاح الدين حسين. وصل فخامة الرئيس أفورقي في الساعة 2 بعد الظهر اليوم 4 نوفمبر إلى البلاد مختتما زيارته إلى جمهورية مصر العربية، والتي استغرقت 5 أيام بدعوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحث الرئيس أفورقي في زيارته لدى لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 من أكتوبر المنصرم في قصر الاتحادية سبل تطوير العلاقات الثنائية وتناول المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واتفق الرئيس والرئيس السيسي في اللقاء الذي حضره وزير خارجية البلدين على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الحيوية نظرا إلى تقدم العلاقات والاتفاقيات التي وقعت مسبقا ضمن العلاقات الثنائية التاريخية بين إريتريا وجمهورية مصر العربية. وأكد الطرفان على تنسيق الجهود والإمكانيات بخصوص الشؤون الإقليمية وتطوراتها بشكل عام، ووضع السودان والصومال وأمن البحر الأحمر بشكل خاص، بالإضافة إلى العمل بجدية على ضمان الطمأنينة والسلم وتوحيد المواقف والرؤى للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية. في غضون ذلك حضر الرئيس أفورقي حفل ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر، والذي شارك فيه 39 رئيسا وممثلي 79 دولة. كما أجرى الرئيس مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية أكد فيه تطور وتقدم العلاقات التاريخية بين إريتريا ومصر إلى جانب توحيد الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية، وذكر بأن السبب الرئيسي للنزاعات وعدم استقرار دول القرن الأفريقي هو التدخلات الخارجية، وحث دول المنطقة على بذل جهود متضافرة والعمل معا لضمان الأمن والسلم في الإقليم. وقد رافق وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح الرئيس أفورقي في زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية. خرج مطار أسمر الدولي 63 من موظفيه ممن تلقوا تدريبا نظريا وتطبيقيا في مدرسة الطيران لمدة عام تقريبا في 3 مجالات، وشمل التدريب الذي شارك فيه 15 متدربا في إصلاح أجهزة الراديو وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى دورات التوعية الأمنية والسلامة وإدارة أنظمة الأمن، و22 متدربا على مراقبة طيران الطائرات، و26 متدربا على الإرصاد الجوية. وأكد مدير مدرسة الطيران الإريترية السيد سيمون أرآيا أن التدريب عامل بالغ الأهمية في صناعة الطيران، إذ يتواصل تطوير اللوائح والتكنولوجيا والنتائج في بيئة العمل جديرة بالثناء. وهنأ الرئيس التنفيذي لمطار أسمر الدولي السيد برخات برهان المتدربين على إتمامهم التدريب بنجاح، مؤكدا أنه يتطلب جهدا واهتماما كبيرين نظرا لصلته بسلامة الركاب والطائرات. وفي الختام تسلم المتدربين الشهادات التقديرية، وكما تسلم الفائزين الجوائز المالية. هذا وقد حصلت مدرسة الطيران الإريترية التي تعمل تحت إمرة مطار أسمر الدولية على اعتراف المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو لنجاحها في تلبية المعايير الدولية. أوضح مسؤول وحدة رقابة الأمراض التي تفتقر إلى الاهتمام السيد محرة آب أبرهة أهمية رفع الوعي المجتمعي وتنسيق العمل بين الشركاء للسيطرة على الأمراض الاستوائية، وشرح أن الأمراض الاستوائية تشمل البلهارسيا والطفيليات المعوية والكلزار والإسهال والحصبة ولدغات الثعابين وداء الكلب وغيرها من الأمراض، مضيفا أن الأبحاث التي أجريت في عام 2007 تشير إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص أو 1 من كل 6 أشخاص عانوا من هذه الأمراض. وأضاف أن وزارة الصحة تعمل بشكل جدي على تحرير البلاد من هذه الأمراض من خلال تدريب الكوادر الصحية على كيفية الوقاية منها وعلاجها وتوفير الأدوية اللازمة.
هذا وقد أجريت عامي 2014 و2015 دراسة موسعة ركزت بشكل أساسي على وجود البلهارسيا والآفات المعوية بإجراء تحاليل مخبرية على عينات جمعت من 345 مدرسة ابتدائية ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، وشارك فيها أكثر من 18 ألف طالب من 58 مديرية، وتم العثور على البلهارسيا في 28 عينة. أجريت الدراسة في 12 مديرية في الإقليم الجنوبي، والمتبقية أخذت من أقاليم عنسبة والقاشبركة وشمال البحر الأحمر والإقليم الأوسط. وبناء على ذلك تم توزيع لقاح البلهارسيا على أكثر من 1.8 مليون شخص، ولقاح الطاعون المعوي على أكثر من 688 ألف شخص، بالإضافة إلى تدريب لجان توعية صحية للتعريف بهذه الأمراض والوقاية منها. وذكر أن أريتريا تأتي في المرتبة الأولى مقارنة بدول شرق إفريقيا في الوقاية والسيطرة على الأمراض التي تفتقر إلى الاهتمام. دعا ممثل فرع سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر النقيب سلمون هيلي للعمل الجاد لرفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على الغابات في إدارة ضاحية الربوبية بمديرية فورو. وفي حديثه إلى السكان والطلاب يوم 31 من أكتوبر المنصرم، ذكر النقيب سلمون أن الغابات في حالة جيدة نظرا إلى تحسن حالتها في الأعوام الماضية بفضل الجهود المتضافرة التي تركز على الحفاظ على الغابات والحياة البرية وتنميتها. وحث المجتمع على العمل مع منتسبو سلطة الغابات والحياة البرية لتقديم المخالفين والمشاركين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية إلى العدالة. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية بالمديرية بدوره المسؤولين المحليين والأعيان بضرورة توخي اليقظة للقطع الذي يجري في الأعراس والمناسبات، لأن بعض المواطنين يستغلون هذا الأمر لتدمير الأشجار. وأضاف مدير ضاحية الربوبية سيد صالح أبو بكر أنه وبفضل الحملات ارتفع الوعي بشأن الحفاظ على الغابات، ونتيجة لذلك تقوم العديد من القرى بأنشطة التشجير بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الثروة النباتية في المنطقة. وقدم المشاركون بدورهم اقتراحات وتوصيات بشأن مواصلة الحملات التي تركز على الحفاظ على الغابات والحياة البرية وإنشاء مصادر الطاقة البديلة. أفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي أن أعمال زراعية فعالة تجرى في الإقليم الأوسط في إطار برنامج الزراعة المصقرة، وأوضح أنه في المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة ما بين 2024-2028 تم زراعة أكثر من 12 ألف هكتار من المزارع المصقرة وأنها بحالة جيدة. وحث السيد أسرات المزارعين إلى العمل وفقا للتوجيهات والوصايا التي تقدم لهم، والعمل بالتشاور مع المتخصصين الزراعيين لتنفيذ خطط الغذاء الآمن والمغذي للجميع. وأكد مسؤول وحدة تنمية البذور السيد مانيل والدسيون بدوره أن العمل المشجع والنتائج التي حققتها الزراعة المصقرة تم نقلها إلى المستوى التالي من خلال إدخال تربية الدواجن والنحل. وذكر أن عدد المزارعين ارتفع من 7000 إلى 12000 مزارع، موصيا المزارعين بالتركيز على الحفاظ على التربة والمياه لزيادة دخلهم وحصاد محاصيلهم بشكل أسرع. عقد مكتب التعليم في مديرية دقم حار اجتماعا تقييميا استعرض فيه الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وناقش الخطط المستقبلية. وبعد أن أوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة بالمديرية السيد مولوجيتا قبر الأهداف الرئيسية للثقافة والرياضة وأثرها على الطلبة، ذكر المعلمين بدورهم في استكشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلبة. من جانبهم حث معلم الرياضة على التنسيق والدعم من الجهات المعنية في الجهود المبذولة للحفاظ على الإيجابيات وتصحيح نقاط الضعف التي تواجه العمل. تم تخريج 15 من راعيات الأسر في صنعفة بالإقليم الجنوبي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الوطني للمرأة في التطريز والخياطة، واستمرت ل3 أشهر، وتضمن تدريب تطوير وإعداد النماذج الجديدة وأنواع الخيوط واستخداماتها وقواعد ومبادئ التصميم واختبار الألوان وتنسيقها وتقنيات استخدام ماكينات الخياطة وتنمية المهارات الإبداعية. وأشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي السيدة أفراح علي بأن الهدف من التدريب العملي والنظري هو خلق فرص عمل لتخريج كوادر متميزة وتعزيز دخلهن الاقتصادي. من جهته أكد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي الشكر أن أحد أهم مبادئ الحكومة هو تنشئة مواطنين منتجين من خلال ترسيخ ثقافة العمل الجاد في المجتمع. وفي الختام تم توزيع الشهادات والجوائز على المتدربات والمساهمات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قبعا.
مرحبا بكم على الصيد العالمي. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين. يأتي ذلك بعد يوم من لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مع ميشوستين في مدينة هانغشتو، حيث قال لي أن الصين تريد تعزيز التعاون مع روسيا والدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة. وبدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين زيارته إلى الصين التي تستغرق يومين، ومن المتوقع أن تركز الزيارة على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي على الرغم من ضغوط الغرب. وعقد آخر اجتماع بين الصين وروسيا على مستوى رئيسي الحكومتين في أغسطس من العام الماضي بالعاصمة الروسية موسكو، حيث أشاد رئيس الوزراء الصيني بما وصفها الحيوية والنشاط الجديدين في العلاقات الثنائية بين البلدين. كشف الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ مدفعية بالتزامن مع زيارة أمريكية للمنطقة العازلة بين الدولتين الجارتين. ووفق ما أعلن عنه الجيش الكوري الجنوبي، فإن كوريا الشمالية أطلقت قرابة 10 قذائف مدفعية من نظامها المتعدد للإطلاق الصاروخي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك تزامنا مع الزيارة المشتركة التي قام بها وزير دفاع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى المنطقة المنزوعة السلاح والتي تفصل بين الكوريتين. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه المياه قبالة شمال البحر الأصفر، مضيفة أنها لا تزال تحلل الوضع بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وجاء الإطلاق قبل أقل من ساعة من وصول وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى معسكر بونيفاس جنوب المنطقة الأمنية المشتركة مباشرة داخل المنطقة منزوعة السلاح، في زيارة مشتركة للحدود المتوترة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن جيوبيك. أكدت قانا اعتزامها مساعدة ألمانيا في التغلب على مشكلة نقص الكوادر المهنية المتخصصة لديها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال الرئيس القاني جون ماهاما في العاصمة القانية أكرا: هناك عدد من المجالات التي نملك فيها مهارات يمكننا تقديمها. وذكر مجالات ومهنا بينها الطاقة والرقمنة والهندسة، إضافة إلى الفنيين والكهربائيين. ومن جانبه أشار شتاينماير إلى الشراكة الوثيقة بين البلدين في المجال الأكاديمي، موضحا أن الاهتمام كان يتركز حتى الآن على خريجي الجامعات. ودعا الرئيس القاني أيضا إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في بلاده، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تضم 1.3 مليار نسمة تتيح فرصا كبرى للشركات من ألمانيا ومن دول أخرى. في الخبر الأخير، في إطار صفقة استراتيجية كبرى تقترب أرمينيا من إتمام مفاوضاتها مع الهند لشراء مقاتلات من إنتاج شركة هندوستان ليميتد الهندية وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية. وتعتبر هذه الخطوة ردا استراتيجيا مباشرا على شراء أذربيجان مؤخرا 40 طائرة مقاتلة مصنعة صينيا وباكستانيا. تأتي هذه الصفقة لتعزيز التعاون الدفاعي بين أرمينيا والهند، والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بعد صفقات سابقة شملت أنظمة راجمات الصواريخ بيناكا ورادارات مضادة للمدفعية من طراز سواتي وذخائر مضادة للدبابات. أما بالنسبة للهند فستعد هذه الصفقة واحدة من أكبر إنجازاتها في تاريخ صادراتها الدفاعية، وترسخ نفوذ الهند الاستراتيجي في منطقة القوقاز لتصبح شريكا أمنيا موثوقا في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بمشاركة تركيا وباكستان وروسيا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وقامت رئيس صفوارقي يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته إلى مصر. مدرسة الطيران الإريترية تخرج دفعة جديدة من طلابها. جهود لتعريف المجتمع بالأمراض الاستوائية. الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع زيارة أمريكية للحدود. للخروج من أزمتها، رئيس قانا يعد بمساعدة ألمانيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.